الناس تقول زي ما هي عايزة، هات آخر ما عندك، لكن المسيح إلهنا له كل السلطان، يقدر يعمل ما لا يخطر لينا على بال. ربنا يدي الناس أولاد للي ما عندوش. لكن عارفين الخبراء إن يجي 2 متجوزين ويقعدوا يعيطوا، وبعدين يروح له دكتور بتاع أمراض النساء ده، وبعدين يقولوا له يا دكتور احنا، قال له لا ما فيش، انتوا انسوا الموضوع ده. احكي لكم حكاية جميلة. كنت في شرم الشيخ وجات لي عيلة من فرنسا، وبعدين الست قعدت معايا تقول لي انا عايزه احكي لك حكايه. قلت لها اتفضلي احنا فاضيين. حكت الحكايه. ايه الحكايه؟ قالت لي انا رحت للدكتور في فرنسا، وده يعني اعلى دكتور وبتاع حقن مجهري وبتاع معرفش ايه فالدكتور بيقول لها حضرتك مش هينفع تخلفي. قالت له ربنا يقدر. قال لها انا ربنا. الست يعني قعدت تعيط تقول له يا رب في واحد على الارض بيقول ان هو ربنا، فلو ده ربنا خلاص عليه العوض. فزهقت من فرنسا، راحت امريكا، قابلت دكتور لسه متخرج من الجامعه وتخصص امراض نساء. راحت الكنيسه وقابلت الدكتور ده، يعني قد يعني اخوها الصغير. فقالت له يا دكتور انا عرفت انك انت، فالدكتور اللي في فرنسا قال كده، قال لا 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 لا، ده الموضوع ده كان لسه دارسه، ده هي برشامه انا هكتبها لك. خدت البرشامه، خلفت توأم وكتبتهم في امريكا، ورجعت ايه فرنسا متغاظه. دخلت على الدكتور، دفعت الفيز ودخلت. يا دكتور، قال لها انا قلت لك، انا فاكرك، انا قلت لك مش هنخلف. قالت له طب ايه رايك في العيلين اللي بره؟ عيلين ايه انت تبنيتي؟ قال لا. قالت له لا انا خلفت من دكتور لسه متخرج، مش بروفيسور، دكتور لسه متخرج. بيقول الذي له السلطان يا احبه، يقول الذي له مفتاح داود على كتافه، الذي ايه يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح، هو ليه السلطان. الناس تقول زي ما هي عايزه، هات اخر ما عندك، لكن المسيح إلهنا له كل السلطان، يقدر يعمل ما لا يخطر لينا على